حبيت أنزل هذا الفيديو عن معاناتي ومعاناة هواية مثلي من العراقيين اللي يسافرون للعراق على مطارات العراق طبعا، وخاصة مطار البصرة وبغداد. همينة صديقاتي همينة يسافرن هم نفس المعاملة، ما عندهم احترام للمسافر لا للعراق ولا للأجنبي. روحة جاية والله العظيم شلعوا قلوبنا. تأخير، واسطات، يجي أبو الواسطة لا ماكو لا وزن لا شي، ياخذ يعطي الجوازات، يسلمون الجوازات، يختم له، يعطيه هاي الأوراق تتلزق على جنط، ويعوف السر اللي انت واقف بسرك وجنطك، ينزلون جنطك ويصعدون الجنط الثانية مالت الواسطة. بلكي يوصل هذا الفيديو المسؤول، بلكي أحد ينشره ابن حلال، على مود شوية يحترمون المسافر. يعني المطار واجهة البلد، يعني تروح المطار قطر يخبلون، مطار الإمارات دائما نروح ترانزيت يجننون. ما عندهم تفرقة، ما عندهم واسطة. ليش إحنا بالعراق الوحيدين؟ شنو السبب؟